السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ميكس. الصورة دي للي معرفش يعني صورة غريبة جدا ومحزنة جدا، ويعني صورة عكس اللي ممكن يحصل في اي ظروف مماثلة في اي بطولة في العالم. هنا يعني شايفين لاعب منتخب مصر بيطلب من الحكم انه يصفر وينهي المباراة، وده كان في الدقيقة 89 و 37 ثانية بالظبط، والنتيجة كانت تقدم المغرب على مصر 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024. طبعا المتعارف عليه لما يكون مثلا فريق بيلعب على مباراة نهائية أو مباراة أو مثلا برونزية أو في يعني مباراة خروج المغلوب، لما يكون منتخب متأخر بيكون يتمنى إن الوقت بدل ضيع يطول والمباراة كلها طول يعني أكبر قدر ممكن من الدقائق عشان يقدر يعوض. ولكن هنا اللاعب المنتخب المصري المتأخر بيستعجل الحكم وبيقول له يا ريت تصفر بسرعة. وده ليه؟ لأني كانت مصر متأخرة أمام المغرب في بستة للا شيء، وكان طبعا بصراحة دي فضيحة كروية لمنتخب كبير جدا وله يعني بصراحة صولات وجولات على كل الأصعدة وفي كل البطولات. يعني مثلا تحديدا في الأولمبياد اللي احنا بنتكلم فيه، مصر قبل كده لعبت في الأولمبياد 13 مرة، أكتر من أي منتخب عربي وأفريقي منذ بداية الأولمبياد، واحنا بنتأهل ليه وبنلعب. فهنا يعني صورة محزنة جدا، و يعني أداء محزن ونتيجة مخجلة أمام المنتخب المغربي لما نتهزم 6-0. بصراحة يعني هزيمة منكرة وكبيرة جدا جدا للمنتخب المصري. فهنا هنستعرض بعض الصور من المباراة المحزنة دي. يعني أنا والله عن نفسي من ساعة لما انتهت المباراة دي أنا أصلا ما قدرش أكملها، ويعني شفت الأداء يعني حالة الترهل للمنتخب المصري من بعدها ما تابعتش أي حاجة تخص الأولمبياد لغاية النهاردة لما ربنا كرم البعثة المصرية وفاز أحمد الجندي بذهبية في الخماس الحديث، وسارة سمير فازت بفضية في منافسات رفع السلاح. فابتديت إن أنا يعني اتكلم في الكوره شويه، فمن وقتها انا اصلا يعني في حاله نفسيه صعبه جدا ومش حابب اتكلم في الكوره خالص. ولكن هنا يعني حقكم علينا ان احنا نتابعكم بكل ما هو جديد. وانا يعني النهارده بعد 4 ايام من الخساره المذله دي فابتديت ان انا اتكلم. فهنا احنا شايفين برضو كانت نقطه تحول كبيره ان زيزو يعني اصيب في بدايه المباراه وطلب التغيير، فطبعا برضو كان يعني في صعوبه في ظل يعني غياب عمر فاد للطرد، و يعني اكتر من لاعب مهمين جدا غايبين عن التشكيل الاساسي لمنتخب مصر. وكمان برضو منتخب مصر مع يعني مش معذور، يعني عنده بعض الاسباب للهزيمه وليس الهزيمه المنكره دي. يعني قبل المباراه احنا متوقعين منتخب المغرب هو الاقرب للفوز، ولكن يعني بحكم ان منتخب المغرب ريح كتير جدا اكتر مننا، لكن احنا مصر قبل المباراه دي كنا وصلنا للاوقات الاضافيه وضربات ترجيح قبلها، ويعني لعبنا 120 دقيقه مرتين ورا بعض، فكان طبعا في ارهاق شديد جدا على المنتخب المصري. ولكن برضو مش مبرر اني نتهزم بستة لا شيء امام منتخب يعني عربي وافريقي. فطبعا دايما ده الديربي، يعني ديربي شمال افريقيا، فما ينفعش ان احنا نخسر كده. فطبعا خروج زيزو كان ليه يعني تأثير كبير جدا على خسارتنا. وهنا طبعا يعني شايفين عبد الصمد الزلزولي ويعني زيزو وتقريبا ده احمد نبيل كوكا في صراع على الكرة، ده يعني لما كانت النتيجة لسه 0-0 قبل خروج زيزو. وهنا طبعا يعني صراع على الكرة برضو الزلزولي مرة تانية، ويعني هنشوف بعد كده طبعا هنا احمد نبيل كوكا برضو، يعني ده كله في بداية المباراة. وطبعا هنا يعني صورة لأولمبياد باريس اللي كان حزين بالنسبة لكرة القدم المصرية، برغم ان احنا كنا يعني قبل مباراة المغرب كنا راضيين جدا، حتى لو كنا تهزمنا المغرب مثلا 2-1 0 2-1 2-0 حتى ما كانش هيبقى في مشكلة، لكن 6-0 هزيمة مذلة كمان مع الرأفة. فطبعا يعني أولمبياد باريس كان حزين جدا على البعثة المصرية عموما وعلى كرة القدم يعني خصوصا، كمان حتى الأداء بتاع كل الرياضيين في البعثة المصرية رغم انها الاكبر في التاريخ برضو يعني صعب جدا بالنسبة لنا، اداء غير جيد اطلاقا. وهنا طبعا هنتابع باحتفالات لاعبي المنتخب المغرب اللي عديده جدا، هم 6 احتفالات. فانا والله مش عارف اقول لحضرتك ده الاحتفال بتاع الهدف الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس، فطبعا يعني صعب جدا. ادي احتفال ثاني يا سيدي وادي احتفال ثالث. طبعا دول الاثنين الكبار اللي فوق السن اللي احدثوا فرق كبير جدا بالنسبه للمنتخب المغربي، رحيمي و يعني ان هو هداف البطوله كمان، واشرف حكيمي كمان معاه كابتن الفريق. طبعا هنا يعني
محاولات من المنتخب المغربي متعددة جدا. هنا طبعا برضو احتفال رحيمي بهدف آخر، معرفش والله أقول لحضرتك الهدف الكام ده، إن أنا تهت من العد. احتفال سابع واحتفال الله أعلم بقى رقم كام احتفال كمان. يعني أنا حبيت أجيب بعض صور من الاحتفالات، لكن أنا مش عارف ده الهدف الأول ولا الثاني ولا مش عارف بصراحة. طبعا هنا برضو يعني لوجو أولمبياد باريس اللي يعني كان صعب علينا جدا، ولكن يعني لعل وعسى ان احنا منتخبنا الاولمبي يكون يعني افضل في المرات القادمه. منتخب والله بس يعني لولا الهزيمه الكبيره جدا من المغرب، احنا مع المنتخب ده وصلنا لنهائي البطوله الافريقيه، واتهزمنا برضو امام المغرب بالذات. ولكن برضو في الاولمبياد اتهزمنا برضو امام المغرب. ولكن برضو المنتخب الاولمبي المصري برضو مر بصعوبه، بظروف صعبه جدا. وعلى فكره المنتخب المصري بالمناسبه برضو متعود على الهزائم الثقيله. في الثلاث مرات احنا قلنا منتخب مصر وصل للاولمبياد 13 مره، في منهم ثلاث مرات وصل للدور نصف النهائي، وفي الثلاث مرات كان برضو في هزيمه ب 6-0. يعني برضو ايه، شيء غريب جدا. يعني منتخب مصر وصل ثلاث مرات للدور نصف النهائي، ويعني فيه لعنه كده في المركز الثالث، في المحاوله على المركز الثالث. ففي نسخه اولمبياد امستردام عام 1928 احنا في مباراه نصف النهائي خسرنا من الارجنتين 6-0. وبعد كده لعبنا امام ايطاليا على البرونزيه وخسرنا 11-3. ولكن في يعني عام 1928 كان برضو بالفعل كان في تعود انك تلاقي 11-3 تلاقي 11-0. كان النتائج بتاعت كره القدم برضو ايه يعني غريبه كده. ويعني ممكن نكون دي برضو يعني حاجه قديمه، فكانت كره القدم مختلفه تماما تماما. ولكن في اولمبياد طوكيو عام 1964 مصر اتهزمت 6-0 امام المجر في مباراة نصف النهائي، وبعد كده لعبت امام المانيا على المركز الثالث والاولمبيه والبرونزيه، واتهزمنا من المانيا 3-1. بعد كده طبعا في المره الحاليه طبعا في مباراه نصف النهائي اتهزمنا امام فرنسا 3-1، وبعد كده في البرونزيه او الصراع البرونزيه امام المنتخب المغربي خسرنا 6-0. فيعني لعل يكون القادم خير بالنسبه للكره المصريه ان شاء الله، والقادم افضل باذن الله. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ويعني لحظه من اللحظات الحزينه على الكره المصريه، ولكن ان شاء الله ما تتكررش باذن الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.